التطرف بقلم حيدر ياسين الحسني. التطرف تلك التسمية التي تحمل السمو في معانيها والمنبوذة لدى العالم الآن. كيف ومن الذي صنعها؟ تساؤلات كثيرة، لكن الإجابة عليها موجودة عند الأعم الأغلب، فهو بالتأكيد صناعة أمريكية إسرائيلية بامتياز، مولت بأموال عربية ونفذت من قبل مجموعة مرتزقة فسر لهم الإسلام حسب النظرية الماسونية التي تبيح قتل وتهجير كل من يتعارض مع أهداف وسياسة دول الاستكبار الشيطاني. التطرف الذي نقل من الجبال التي انطلق منها إلى الأراضي الآمنة بهدف تشويه الإسلام والمحاولات المستمرة لطمس معالم الدين الحنيف بشتى الطرق الترهيبية، حتى باتت عبارة الله أكبر تخيف غير المسلمين في الدول الأخرى، والبعض الآخر يعتبرها زر تنفيذ هجمة إرهابية تجعل من أجسادهم وأشلائهم متناثرة من هنا وهناك. ومن الجدير بالذكر أن من جعل التطرف ينتشر مع الإساءة المستمرة للإسلام هم حكام الشعوب العربية الذين سمحوا لشيوخ الفتنة والتطرف باعتلاء منابر المساجد وحث الشباب على الفوضى والثورة باتجاه يتنافى مع طموحات الشعوب التي تريد التغيير الحقيقي لحالها. أما آن الأوان لهذه الدول أن تنتبه لواقعها وواقع أبنائها. مرض التطرف الذي ليس له علاج ولا حتى مصل فهو كالسم المميت، لكن باستطاعة البعض أن يضع حداً لانتشاره، ألا وهم: أولاً، الإرشاد التوعوي من قبل العقلاء المكلفين بحفظ الدين كالمرجعية الرشيدة السائرة على نهج القرآن والعترة الطاهرة، كما قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي، والتي تلعب دوراً حيوياً ومبنى بإنقاذ الشباب من الانحراف خلف هكذا أفكار. بالإضافة إلى دور رب الأسرة بهذا الشأن، حيث لاحظنا التطرف الديني في بعض العوائل التي انحرفت عن مسارها الصحيح، والنتائج كانت كبيرة، فالحركات المنحرفة أشباه الوهابية وداعش والمدعين بالنبوة ونواب الإمام المهدي فقد انساق خلفهم عدد ليس بقليل من الشباب، ولا زالوا تحت وطأة الختل والغدر. لازالت المحاولات الصهيونية تسعى لتمزيق الإسلام والتدخل الواضح بشؤون المسلمين من قبل مرتزقتهم من الحركات الوهابية النجسة وادعائهم بالإسلام المحمدي، ما هو إلا التطرف الواضح الذي أكل الأخضر واليابس.